اللي يبوظ لك جسمك بارت 3. والنهارده هنتكلم على الابل شيب او الجسم اللي على شكل التفاحه. يعني هو اكتر نوع جسم او اكتر شكل جسم عرضه لمشاكل الصحيه بسبب ان الدهون بتكون كلها في البطن. دراعات رفيعه، الرجل مش رفيعه معنى رفيعه خالص، بس الدهون فيها اقل تبان رفيعه مقارنه بباقي الجسم، والدهون كلها متكتله فين؟ في منطقه البطن والوسط والصدر. نعمل ايه؟ لازم تبقي فاهمه ان لو ده شكل جسمك الموضوع مش بس بقى شكل وان احنا عايزين نتمرن عشان نظبط شكل جسمنا، لا انت محتاجه تراجعي نفسك كده وتعملي دايت وتظبطي اكلك وتظبطي تمرينك عشان صحتك، لان ده اكتر نوع بيكون ممكن يكون سبب في ان يجيلك مقاومه انسولين او كبد دهني، لان الدهون كلها متكتله في البطن. بصي هجيب لك الخلاصه في الدايت. لو عملتي لو كارب مع صيام، بس عملتي صيام صح، مش الصيام العشوائي اللي هو انا بظبط الساعه وكل يوم بتمرن وكل يوم بصوم 12 ساعه وكل يوم بصوم 16 ساعه وحاسبه لي عدد ساعات محدده وقاعده لنفسك بالساعه وماسكه الوجبه بالساعه. لا، افكك من ده. كلي وجبتين في اليوم، وجبتين كبار، ده شرط، وجبتين كبار، وتاكلي وصايمه بقيه اليوم. مش مهم امتى الوجبتين، مش مهم ميعادهم الساعه كام، المهم انت هتاكلي وجبتين كبار. الوجبتين دول لو كارب، لو مش زيرو، فيهم نشويات بس نشويات قليله والنوعيات معينه، وباقي اليوم صيام. تاكلي امتى الوجبه الاولى مش مهم، تاكلي امتى الوجبه الثانيه مش مهم، فما تقعديش بالساعه. ثاني حاجه تمرينك، وده مهم بقى. فكره ان انت تروحي الجيم تفضلي تعملي في تمارين بطن عشان بطنك تخس وتتمرني ظهر عشان دهون ظهرك تخس، ده هيزود الدنيا اكتر. ما بقولكيش ما تتمرنيش بطن، ما بقولكيش ما تتمرنيش ظهر، ما بقولكيش ما تتمرنيش، اتمرني كل حاجه عادي جدا، بس خلي بالك ان التمارين بشده عاليه لعضلات البطن والاوبليكس وظهرك هتديكي نتيجه عكسيه، مش هتنزلك الدهون، لان نزول الدهون هو دايت وكارديو. حلو، اركني الحته دي، نزول دهون دايت وكارديو. انت اصلا بقى عندك مشكله في الحته دي، ما بتخسش بسهوله، يبقى نعمل ايه؟ ما نشتغلش عليها بشده عاليه مؤقته. الاحوال مش عايزاكي تبقي جايبه اخرك في المجاميع، مش عايزاكي توصلي للفشل العضلي. في التمارين الخاصه بالعضلات اللي فيها دهون سمنه موضعيه ما بتنزلش بسهوله. الكارديو مهم جدا جدا بالنسبه لك. جربي تمشي كل يوم اول ما تصحي من النوم كده ساعه على الريق، تشربي فنجان القهوه بتاعك او كوبايه شاي اخضر او كوبايه قهوه خضراء، وتمشي لمده ساعه على الريق وكاتهم في البيت. وده يبقى ملوش اي علاقه بتمرينك. لو انت بتتمرني كل يوم بالليل مثلا، بتنزلي الجيم كل يوم بالليل، المشي بتاع الصبح ده ملهوش علاقه. المشي ده هيبقى بالنسبه لك